خلي بالك انت اللي غلطت في اي حاجه من الاجزاء اللي احنا قلناها دي، بالذات في الجزء الاخير انت هتندم عليه قوي. كل ما حياتك ما كانت مفتوحه ومكشوفه اكتر قدام الناس، كل ما الناس ما هتلاقي طريقه ان هي تجرك لتحت. دي ظاهره اجتماعيه طبيعيه جدا. وعلى العكس تماما لما انت تختفي تبقى غير متاح، تشتغل على نفسك من غير ما حد يعرف عنك حاجه، وتلتزم بخطه انت عاملها لنفسك علشان تبقى النسخه الجايه هي النسخه الافضل ليك، فالسر ده ممكن يكون مبهر. علشان انت لما تيجي تظهر تاني، التحول اللي انت عملته لما انت اختفيت واشتغلت على نفسك هيفاجئ كل اللي حواليك. والشيء اللي هيبقى مضحك في الحوار ان لما ده يحصل وان هم يتفاجئوا، ده مش هيفرق معاك في حاجه، علشان انت اتعلمت في الرحله دي ان الراي الوحيد اللي هيفرق معاك هو رايك انت. خلينا اشرح لك ازاي تعمل ده بالطريقه الصح. هنقسم اللي احنا قلناه ده لثلاث مراحل اساسيه. اول حاجه انت ازاي هتختفي. طب تاني حاجه انت هتعمل ايه اصلا لما تختفي. طب تالت حاجه انت لما تيجي ترجع تاني وتظهر تاني للناس اللي حواليك هتظهر ازاي. خلي بالك انت اللي غلطت في اي حاجه من الاجزاء اللي احنا قلناها دي، بالذات في الجزء الاخير انت هتندم عليه قوي. ان انت تكون اختفيت وحاولت تشتغل على نفسك بس انت ما اشتغلتش الصح وما عملتش ده صح، انت هتيجي ترجع تاني هيبقى كانك ما عملتش اي حاجه. اول حاجه انت ازاي تختفي بالطريقه الصح. هو في طريقه صح وفي طريقه غلط. الطريقه الصح ان انت لازم تسكت، علشان انت كلامك بيخونك اكتر مما تتخيل. لازم تتعلم ازاي تتحكم في كلامك. ده هيخليك ان انت ما تتكلمش عن حياتك مع اي حد بعد كده. اي حد بعد كده ده بيشمل عيلتك، صحابك، زمايلك في الشغل، اي حد عموما. الاستثناء الوحيد هو شريك حياتك اللي انت هتكون متاكد وعارف كويس قوي ان هو عايزك تنجح، وعايزك تبقى شخص ناجح في حياتك، وعايزك تحقق اهدافك. والاكيد ان انت هتلاقي صعوبه كبيره جدا ان انت تتحكم في لسانك، وده هياخد وقت كبير جدا منك، علشان دي غريزه طبيعيه فينا كلنا، اللي هي ان احنا نقعد نتكلم اكتر ونشارك تفاصيل حياتنا اكتر مع الناس اللي حوالينا. فده جزء من غريزه البقاء. انت لازم تحارب الجزء ده، لازم تحارب العاده دي عشان تعرف تختفي صح. وهتحتاج ان انت تتعلم ان انت توقف الافكار في دماغك قبل ما تطلع من بقك، وده هيخليك لغز لكل اللي حواليك. بعدها تقدر تتحرك بسرعه وبحريه كبيره جدا. وعايزك تهتم برايك انت بس، علشان الناس مش مهمين خالص. علشان تختفي وتفضل في المستخبي كده شويه صح، لازم تعيد برمجه دماغك كلها. لازم تهمش راي الناس حتى لو كانوا مين. ما يفرقش معاك راي اي حد، ما يفرقش معاك غير رايك انت وبس، علشان دي رحلتك ودي حياتك، وعلشان الناس مش مهتمين بيك. والمشكله هنا ان انت بتفتكر ان هم مهتمين بمشاكلك وبحياتك، وده اللي بيأثر على تصرفاتك. فانت لازم تخلص من الجزء ده فيه، الجزء اللي بيهتم برأي الناس وكلامهم عليك ورأيهم فيك. اللي لازم تعمله هو ان انت تشكل شخصيه في دماغك، النسخه اللي انت عايز تبقى عليها، اللي انت لازم تشغل بالك بيها وبس. ده الشخص الوحيد اللي رايه يهمك، وده لازم تساله انت هتكون فخور باللي بتعمله، هتكون فرحان ولا لا. احنا دايما اللي بيحركنا راي الناس، فانت لازم تغير ده وتخلي رايك انت هو اللي يحركك. والاهم في ده كله ان انت هتقدر تتحكم في نفسك، ومش هتخلي اي حد يقدر يتحكم فيك. تبقى قدره تحكمك في نفسك كبيره جدا، تبقى حياتك في ايدك مش في ايد حد، عشان هم مش هيبقوا عارفين عنك حاجه، فهيبقوا ازاي عارفين يتحكموا فيك؟ فطبعا مش هيقدروا يوجهوك لاي حاجه هم عايزينها. خلي بالك الموضوع مش سهل، محتاج تدريب وممارسه، ولو قدرت تعمل ده صدقني حياتك كلها هتتغير، وخطواتك اللي جايه كلها هتكون قويه وثابته، وهتكون متجه لهدف انت عارف ان هو بيوصلك لافضل نسخه ليك. وبجد لازم تتعلم ان انت تخفي الخطط بتاعتك. انت في المرحله بتاعه الخفاء، انت في المرحله اللي انت بتقلل ظهور فيها عن الناس، هتطور فيها خطط هتكون طموحه جدا. في المرحله دي هتكون حابب ان انت تشارك خططك مع الناس اللي حواليك، بس انا عايزك ما تقولش اي حاجه لاي حد. خلي خططك دي قريبه من قلبك زي الباسورد بتاعك بالظبط. ده بقى الباسورد بتاع الكنز بتاعك. حاول تفكر في الموضوع بشكل صحي، بحيث ان كل مره مثلا انت بتصرف فيها جزء بسيط من الخطط اللي انت حاططها في حياتك، بيقلل فرص ان انت تحققها بنسبه 5%. كل مره كل ما هتيجي تتكلم فيها عن حاجه عن خططك وعن حياتك هتقلل فرصتك فيها بنسبة 5%. كل مرة بتتكلم فيها أو بتوري جزء فيها من حياتك للناس أنت بتضر فيها نفسك. أنت مش بترضي نفسك، أنت بتضر نفسك. فبطل تكون كده، وخليك حريص أكتر وأكتر في حياتك، وقلل من كلامك. ولو كنت محتاج نصيحة أو مساعدة من حد فاعمل ده بتركيز. تدور على الشخص المناسب وتوري له ولو جزء بسيط جدا، اللي هو الجزء اللي انت محتاج تعرفه له عشان تطلب منه المساعده، عشان يقدر يساعدك او ينصحك فيه، وترجع تختفي تاني زي ما كنت. ولازم ان انت تتعلم ان انت تخفي التطور بتاعك. التقدم بتاعك والتطور بتاعك هو كده كده هيحصل، هيحتاج شويه وقت، ده طبيعي، بس هو كده كده هيحصل. ما دام انت شغال على نفسك ومحدش عارف عنك اي حاجه، فهو كده كده هيحصل بالوقت. بعدين هو هيحصل، وهتلاحظ التطور ده اسهل بكتير لما تختفي وما توريش مثلا لحد جسمك وهو بيتطور في الجيم، ما توريش لحد فلوسك الكتيره، وما توريش مهاراتك اللي انت بتتعلمها لحد. خلي تركيزك ان انت تتحسن اكتر كل مره عن المره اللي قبلها، من غير ما حد ما يعرف انت فين ولا بتعمل ايه ولا حتى رايح فين. الاختفاء ده مش هيكون ليه اي قيمه لو حد عرف انت بتعمل ايه، الا لو كملت التحول اللي انت بتعمله والرحله بتاعتك دي للاخر. انما لو رجعت لحياتك القديمه وانت في نص الرحله دي او في نص التحول ده، ممكن يقلب كل اللي انت عملته عليه، وهترجع تاني لنقطه الصفر.
لنقطة البداية اللي انت كنت عليها. وهو طبيعي جدا ان انت تكون عايز تشارك كل اللي انت بتعمله، وتحب تتكلم مع ده وتحكي لده وتقول لده التغيرات اللي بتحصل في حياتك، وان انت في الجيم بقيت عامل ازاي، وتحب بقى تقعد تحكي عن التطورات اللي انت بتعملها في حياتك. بس انا مش عايزك تعمل كل ده. انت محتاج تتحكم في ارادتك وتخلي كل حاجه محصوره على نفسك. استخدم الطاقه دي عشان تضيف اكتر في مجهودك اللي انت بتعمله عشان تبني نفسك، عشان توصل لاحسن نسخه ليك. ولازم طبعا تخفي دموعك وفشلك والصدمات اللي حصلت لك لما انت كنت في الرحله دي، عشان انت في الطريق ده هتواجه صعوبات كتيره جدا. يعني هتلاقي جسمك بيتعبك، هتلاقي عقلك بيتعبك من كتر التفكير، ممكن تقعد تعيط من كتر الحاجات اللي هتقابلها. الطبيعي لو انت قدام حاجز، اول حاجه هتعملها هتروح تجري على واحد صاحبك قريب ليك، تجري على اي حد تروح تتكلم معاه وتشكي له همك، عشان يقعد يطبطب عليك ويقول لك معلش واستحمل واستنى والكلام اللي احنا عارفينه ده. بس الصح ان انت تسكت وتقفل بقك ده خالص وتتحمل ده كله لوحدك، تعالج بقى جروحك لوحدك، تقعد تعيط بقى كده من غير ما حد ما يشوفك. المهم تعمل ده كله كده في الخفاء. خلي كل ده يبني قوتك وشخصيتك. خلي كل لحظه ليك وانت في القاع اللي انت فيه تكون لحظه انطلاق ليك. اللحظه دي هي اللي هيظهر فيها النسخه الجديده منك. تعلم ان انت تتعلم من اخطائك ومن الالام اللي حصلت لك، تستمتع بيها كانك وحش حقيقي. تحول اللي هيتم ما بين شخص عادي لشخص مبهر لكل اللي حواليه ومبهر للنسخه القديمه اللي هو كان عليها. لازم تتعلم انك تختار ايه هي اهدافك، ايه الحاجات اللي انت عايز تغيرها بالظبط. انت محتاج تغير ايه عشان توصل للنسخه اللي انت عايزها من نفسك. انت لازم تكون عارف انت عايز تكون ايه وانت فين دلوقتي، والاهم انت عايز توصل فين. لازم تكون محدد جدا في الموضوع ده. عايز مثلا توصل لنسبه دهون 10%، عايز تبني بيزنس ناجح، مهما كان هدفك ايه لازم تكون واضح فيه. ممكن تكتبه مثلا على ورقه عشان تخليه دايما قدامك في اماكن تقدر تشوفها، بس خلي بالك محدش تاني يشوفها غيرك. الخطوه التانيه في مرحله التحول دي هي انك تنظم حياتك حوالين اهداف. انت دلوقتي بقى عندك هدف وعايز تعمله، فانت لازم توجه حياتك حوالين الهدف ده. كل ساعه في يومك لازم تكون موجهه ناحيه الهدف ده. انت لازم تكون مهووس باللي انت عايز توصل له. انت لو نايم تكون بتحلم بيه، ولو انت صاحي لازم تكون شغال عليه. انت لازم تبني عقلية في دماغك ان التقدم اللي انت فيه ده هي دي فرصتك الوحيدة في الحياة، عشان تكون انسان انت فعلا تكون انت فخور بيه. خصص وقت لكل حاجة انت بتعملها عشان تساعدك توصل لهدفك. انت مش هتقدر تحقق هدفك او مش هتقدر تحقق اي حاجة عموما في حياتك الا لما تعيش وتركز وتبقى شاغلك كل تفكيرك، تبقى مهووس بالحاجة اللي انت عايز توصل لها. وده بيتبني عليه المرحلة الثالثة في مرحلة التحول، وهي ان انت تبرمج عقلك ان انت تحقق اهدافك. هو ده اللي هيوصلك للسعادة اللي انت عايزها. خلي بالك انت هتحب التغيير اللي هيكون بيحصل لك، وهتكون مبسوط باللي انت بتعمله، وهتتبسط اكتر وهيعجبك اكتر المرحله اللي انت هتوصل لها والمكانه اللي انت هتكون فيها بعدين. هو في البدايه ممكن تحس ان الموضوع غريب، بس بعدين هتلاقي نفسك بتستمتع بالالم اللي بيحصل لك بسبب التقدم اللي انت بتعمله. عامله بالظبط زي اللي بيلعب جيم، هو ممكن في قلب التمرينه مش قادر وتعبان ويصحى تاني يوم على الوجع بتاعها، بس يوم بعد يوم وتعدي بيه الايام هيلاقي جسمه اتغير، هيفرح جدا للي هو وصل له، وهيحس ان تعبه ما راحش على الفاضي، وان اللي هو كان بيعمله ده ليه نتيجه في الاخر. هو كان في الاول كان في تعب وفي الم في العضلات وفي حاجات كتيره جدا، بس في الاخر النتيجه بتاعته هو ده اللي هو كان عايزه. والجهد اللي انت بتعمله مش هتحتاج ان حد يشوفك، مش هتحتاج ان انت توريه لحد، مش هتحتاج ان انت تاخد راي حد فيه، مش هتحتاج ان انت تشوف نظرات الانبهار في عيون اي حد. وده هيعوز تغيير كبير جدا في طريقه تفكيرك، وان انت تعيد برمجه عقلك وحط دايما نفسك اولويه. انت بتعمل ده كله اصلا لنفسك مش لحد تاني. ده جزء اساسي من التحويل الايجابي اللي انت عايز تعمله لنفسك. هتغير عقليتك في الاخر بعد ما تحقق التحول اللي انت بتحلم بيه، بعد ما توصل للنسخه الاحسن اللي انت شايفها فيها لنفسك. وخلي بالك انت ممكن مش هتحتاج انك تظهر تاني بعد اللي انت عملته ده لو انت كنت عملت ده صح. فعلا انت مش هتهتم بالظهور اصلا. ان انت ساعتها لو خدت بالك هيكون انت ما اهتمتش براي حد، ما فرقش معاك كلام حد، مش هيكون فارق ليك غير نفسك ونظرتك انت لنفسك، وان اللي انت بتعمله ده فرق معاك انت ولا لا. بس دي خلي بالك مش انانيه، دي تقدير للذات ومعرفه بقدراتك الحقيقيه. خلي بالك ان انت اكبر بكتير جدا ان راي الناس ياثر فيك بالايجابي او بالسلب، او مثلا راي الناس يشغلك. انت المفروض في حته تانية خالص. انت حياتك هتتغير بشكل غير متوقع، هتوصل لاهداف اكبر واكتر كل مره، وهتفضل لغز دايما لكل اللي حواليك، وهتلاقي دايما سلام كده داخلي عندك في الرحله بتاعتك، وهتلاقي حياه جديده انت هتحبها اكتر من اللي انت كنت عايشها اصلا. انا مش عايز اطول عليك اكتر من كده، بس فعلا اتمنى ان انت تعمل كل اللي احنا قلناه ده بشكل صح عشان ما ترجعش تندم. وفعلا انت لو مهتم ان انت تبدا تحسن من حياتك وتغير من نفسك وتبقى انسان جديد ومختلف تماما عن اللي انت كنت عليه، فانت لازم تقوم وتبدا من دلوقتي وحط لنفسك بعد 6 شهور انت يا اما هتكون انسان محترم وفخور بنفسك وفخور باللي انت وصلت له، يا اما هتكون في مرحله يعني مش هقول لك هي نفس المرحله اللي انت فيها دلوقتي، بس انت هتكون فيها اسوأ بكتير قوي من اللي انت فيه دلوقتي. وده هيكون بسبب ان انت عارف المفروض انت تعمل ايه وما عملتوش. انت عارف الطريق فين ومش عايز تمشي اصلا، فانت هتكون حطيت ايدك على العلاج ومش عايز تروح تتعالج. فانت المفروض دلوقتي شايف ايه المفروض يتعمل، فانت دلوقتي ناوي تاخد خطوه بجد
ولا ناوي تفضل زي ما انت قاعد مكانك، ولا ناوي ترجع لورا؟ بص انا ما اقدرش اقول لك كلام اكتر من كده. انت دلوقتي بقيت عارف كل حاجه، دلوقتي انت بقيت عارف انت تقدر تبدا منين، دلوقتي انت تقدر تبقى عارف انت عايز ايه وعايز توصل لايه، وانت فين دلوقتي من اللي انت عايز توصل له. في النهايه دلوقتي القرار بقى قرارك، وانت اللي في ايدك ان انت تقوم تعمل، وانت اللي في ايدك ان انت ما تعملش. واشوفك الفيديو الجاي.